اهلا وسهلا. يا كابتن مدحت. اتفضل يا كابتن. ازيك يا كابتن عماد؟ ازيك يا شادي؟ ازيك يا كابتن؟ صح. هنفضل عايشين بقى في الافلام دي يا كابتن ولا ايه؟ معلش. لا هينفع بقى ان كل من هب ودب الحدث جلل اسيادهم. يعني هل هيفضل كل شويه واحد؟ وانا طبعا البرنامج والدنيا والبرامج بتعلى والمشاهده بتعلى والكلام ده، وده اللي مودي البلد دي في داهيه، واللي هيوديها في داهيه بسبب الامثله دي وسبب الاشخاص دي. يا كابتن مدحت ما ينفعش كل من هب ودب يطلع يا كابتن مدحت. الحدث جلل يا كابتن. الحدث جلل. بيتكلم ده اللي بيجيب سيره اسياده. تمام يا كابتن؟ الاخ الاخير اللي بيتكلم سيره اللي بيجيب سيره سيده. لو في الملعب مكاني كان عملها على نفسه. لو في الملعب مكاني في وسط الناس دي بينقذ ناس كان زمانه عملها على نفسه. تمام يا كابتن؟ فالاخ اللي بيتكلم دوت عايز اقول له طبعا احنا عايزين نهدي، عايزين نهدي يا كابتن ابراهيم. يا كابتن مدحت ما ينفعش، عايزين نهدي يا كابتن. انا وحسام تعبنا جدا من اللي بيحصل بقى في البلد. الحدث كبير يا كابتن. بنضحي وبنعمل وبنعرض حياتنا للموت، وفي الاخر خالص مفيش، مش محتاجين شكر من حد، بس كل واحد يحط لسانه في بقه. ما ينفعش كده. العيب مش عليه، العيب على الناس المسؤوله في النادي الاهلي. الاخ سيد عبد الحفيظ ولا الاخ شريف اكرامي ولا الاخ رئيس النادي كان طلع مش محتاجين شكر، بس كان يقول ان حسام وابراهيم عمرو اتعرضوا للموت، ان كامل ابو علي انقذ منهم الجوزيه. يكلموا، ما يخليش واحد اللي يسوى اللي ما يسواش يطلع يتكلم كده. ايه مين ده اللي بيتكلم يجيب سيره اسياده؟ ده مين؟ كل حته يروحوها يحصل حاجه. ماتش الافريقي احنا كسبانين، ماتش الاهلي ده كسبانين 3، تمام؟ ماتش الافريقي كنا كسبانين 2، او احنا كنا موجودين في ماتش كيما اسوان لما انتوا ضربوا في بعض، لما الملعب نصف الملعب احنا كنا موجودين في كيما اسوان. في الكاس يا كابتن كنا موجودين في المحله، في ماتش المحله. قول يا كابتن كنا موجودين في وادي دجله والاتحاد، كنا موجودين في تونس لما بيضربوا وبياكلوا لما افريقيا والماتشات اللي الجماهير نزلت، كنا موجودين في شارع محمد محمود، كنا موجودين في التحرير، كنا موجودين في عند وزاره الداخليه، كنا موجودين في مديريه امن بتاع عند اسكندريه. يا كابتن البلد كده هتولع. لا كده هتولع. مش هتولع ولا حاجه يا كابتن ابراهيم، مش هتولع. كل واحد ما ينفعش يا خليني اقول لك خليني اقول لك حاجه اخيره يا كابتن. ما ينفعش يا كابتن مدحت، انا ماسك نفسي انا وحسام. لا وعمالين نطبطب ونعمل. لازم يعرفوا ان الناس اي واحد يجيب سيره حسام ولا ابراهيم يقوم يبقى عارف بيتكلم مع مين. احنا بنضحي، احنا ربنا كويس واحنا اهالينا ربنا كويس. ربنا لما نلاقي واحد بيستغيث ولا واحد بيحصل له مشكله بنعمل، لو حتى ده جنسيته ايه، مش حد ده واحد مصري، مش حد ده. طب انا عايز اسالك سؤال يا كابتن ابراهيم. اتفضل يا كابتن. خلينا نستثمر الموقف بشكل ايجابي اكتر. اتفضل. يعني هل انت شايف بشكل عام، واشركونا في الحوار يا كباتن، هل احنا في مصر افتقدنا الى لغه الحوار؟ يعني النهارده ممكن جدا شاب من خلينا نكون واقعيين، دلوقتي الروابط بقت كيانات موجوده في الدوله، رضينا ام ابينا، ولا الكلام ده غلط؟ يا كابتن كيانات لازم تبقى كيانات ما انا جاي لك. خلينا نسمع بعض. مش تهدف. حاضر الرابطه اللي هي اي روابط حاضر بتعمل تسبب اي مشاكل ملاش خليك معايا يا كابتن. كوادر ومش كوادر يا كابتن. لو سمحت خليك معايا لو سمحت يا كابتن. انا عايزين نتكلم. انا لسه ما قلتش، وانا قلت حاجه لسه. ما هو ده من ضمن عيوب ان احنا ما بنسمعش بعض. الراي العام، وربما يكون سؤالي ده مش بس في هذه المنطقه اللي احنا بنتكلم فيها. هل احنا افتقدنا للغه الحوار؟ كنت هكمل كلامي واقول ايه؟ حضرتك مدير كرة في نادي، كابتن حسام مدير فني في نادي، ادريس او عادل او كريم او غيره دول قيادات في رابطه، الناحيه الثانيه في الزمالك في فلان وعلان وترتان، في الاسماعيلي في كذا. هناك اطراف كثيره دلوقتي في اللعبه، في مدربين، في مذيعين، في كذا. سؤالي ليك، هل احنا افتقدنا الى لغه الحوار مع بعض؟ يعني احنا مش عارفين نتحاور مع بعض. ايه سبب ان احنا مش عارفين نتحاور مع بعض من وجهة نظرك؟ السبب يا كابتن ان اي واحد بقى بيتكلم دلوقتي.
السبب يا كابتن، ما هو لازم كل واحد يتكلم، لازم كل واحد يتكلم. كبير يا كابتن لو سمحت يا كابتن. اتفضل. مش محترمين، مش عاملين حساب ان يبقى فيه كبير. البلد لو فيه كبير ما كانش حد نزل الملعب. لو الناس اللي بتنزل الملعب دي خايفين من حد كبير يعاقبهم ما كانش نزلوا. يا كابتن لو ما كانش لو الناس دي ما نزلتش الملعب ما كانش مش تجيب من الاخر، احنا نجيب من الاول يا كابتن. الناس دي وصلت ازاي؟ الناس دي طلعت المدرج ازاي؟ عشان ما لاقوش اللي واقفهم. عشان لما واحد بيجرب بينط من السور بيتفاد خلاص، ايه بيلاقي نفسه واللي كان جنبه بينط فين وبيلاقي معديين جدا، ما فيش حد يقول لهم انتوا رايحين فين. تمام؟ فبتحصل الكارثه. طب جابك لو في بلطجيه يا كابتن وفي قتالين قتله قاعدين في المدرج ولقوا شرطه تمنع اللي ينط كان اتمسك، او اللي لقى امن مش قلبه جامد مش مرعوش وكان مسك الناس دي. انا معاك انا معاك ولا واحد انا معاك انا معاك منين يا كابتن؟ انا معاك. لما يجي يا كابتن انا بتكلم في نقطه. طب عندي سؤال يا كابتن ابراهيم، عندي سؤال. ما ينفعش اي كابتن مدحت اي واحد يطلع. طيب خليني بس انا لسه هقول سؤالي اهو. اتفضل. النهارده ما هو النهارده هو لو ما اتكلمش هيبقى عنده باستمرار تساؤلات. انا سؤالي يا كابتن، النهارده طلع احمد ادريس راجل من قيادات الالتراس قال الكابتن حسام والكابتن ابراهيم. ده واحد تاني خليني دقيقه واحده. احمد اللي يتكلم الثاني ده محمد اليماني اللي قال. محمد اليماني انا اسف انا ده مين ده؟ ما انا ثانيه هكمل كلامي اهو. هو راجل في موقع اسمه ايه؟ ما اعرفش. اهلي.com. اهلي.com مثلا خلينا نقول حاجه. طلع وقال جمله انه الكابتن حسام والكابتن ابراهيم في اكتر من نادي حصل ده كويس قوي. قال كده. هل احنا نملك القدره على الحوار المتوازن ان حضرتك تقوم تطلع وتقول هو بيقول هذا الكلام بناء على ايه؟ والنهارده في وقائع كتيره حصلت في البلد 1 2 3 4 5، وهل احنا كنا مسؤولين عن التامين يعني معلش انا مش بقوم بدور المدرس عشان ما تستحملني، انا بتكلم كلام وهسمعك وهبقى انا في دور التلميذ في اللحظه دي. لا يا كابتن حاجه انا محتاج. لا يعني ربنا يخليك. ربنا يخليك يا كابتن. ربنا انا عارف. الدنيا كانت احسن من انا عارف ما انا عشان كده دلوقتي بننقل نفسنا لمنطقه اخرى من التعاون. هو طلع قال كده. فبمنتهى البساطه الكابتن ابراهيم حسن بيخش بيقول والله في فلان الفلاني اللي هو ماسك كذا كذا قال كذا كذا. هو بنى كلامه ده على ايه؟ 1 2 3 4 5. هل ده يبقى افضل ولا ايه؟ قول لي. استاذن حضرتك. اتفضل. القسم واضح والناس الكتير والجماهير الكتيره المحترمه اللي حست اللي عرفت حسام ابراهيم عملوا ايه وشخصيتهم ايه. يا كابتن المشكله ان هم في مصر للاسف عندنا في مصر هنا مش قادرين يفرقوا بين المتربي واللي راجل واللي مخلوق واللي اتخلق من ظهر راجل واللي ناس وناس منافقين وناس ما اتربتش وناس بتبيع نفسها على اي عشان قرش. لازم يعرفوا احنا مشكلتنا انا وحسام ان احنا اتخلقنا في وقف جو. للاسف الناس مش قادرين يقتنعوا ان احنا شخصيتنا ناس رجاله اتربينا واتولدنا في بيت في ناس محترمين ربنا باحترام ان احنا نحترم نخاف على الصغير قبل الكبير ونحترم الصغير قبل الكبير. هم مش مقتنعين بكده. انا لو حسام منافقين وافاقين كان زمان البلد دي كنا زماننا حاجه ثانيه خالص، واخدين الدنيا كلها زي اللي كلوها. انما احنا شغلنا وبننجح. وللاسف انا عايز اقول للناس اللي قلبها اسود من السواد. ده كلمه السواد ده انا ظالم السواد. ان حسام ابراهيم طول ما ربنا بيكرمنا مش من فراغ. احنا ربنا بيكرمنا واحنا في اصعب الظروف واحنا في احلك الظروف. لما ربنا يطلعك من هنا ربنا يكرمك، تطلع من هنا ربنا يكرمك. ده عشان ايه؟ عشان احنا نضاف. ورجاله. تمام كويس يا كابتن مدحت. تمام. فبعد اذنك يا كابتن لما ماتش طلع كسبان فيه 3. لما ماتش طول ال 90 دقيقه ولا ال 97 دقيقه يا كابتن ما اتحركناش من على الدكه. اللي اتحرك على الدكه جهاز النادي الاهلي. ولو كنا احنا جينا في لحظه اتحركنا كان زمان وحصلت الموقف بتاع الماتش كنا زماننا شلنا الليله وقال لك هم اللي عملوا اثاره الجماهير. انما جهاز النادي الاهلي هو اللي قام من على الدكه ومع ذلك ما حدش جاب السيره ان في اثاره حصلت. وانا بالعكس العبد لله انا اللي رحت لحد هناك وابوس دماغ مانويل جوزيه وابوس دماغ كل الناس واسال الكابتن احمد ناجي واسال مانويل جوزيه والراجل اللي وشكرني مانويل جوزيه وقعدتهم قلت لهم
احنا الماتش مش فارق مين اللي يكسب مين اللي يخسر، وكنا خسرانين 1-0 ورحت قعدتهم. انا في الفريق وقرر تاني وقلت لك الكلام ده يا كابتن، بس للاسف ما حدش بيفتح. فريق النادي الاهلي لو طلع بس حد عنده ضمير، فريق النادي الاهلي كان زمانه دلوقتي مع ربنا، هناك كانوا بيتحاسبوا دلوقتي. لولا اعوذ بالله من كلمه انا، كانوا طالعين تاني للناس اللي انت العدد اللي انت شفته عند مدرج النادي الاهلي. انا اللي قفلت عليهم الباب الحديد اللي هو فضلت مصدر بجسمي. والاخ محمد يوسف اللي كان بيقول لي حضرتك وابيه، محمد يوسف تطاول عليا وما رضيتش افك ايدي من الحديد برضه عشان ما يخرجوش، لان لو خرجوا كانوا كلهم ماتوا. انا مش عارف اقول ايه تاني. انما لو طلع، انما السواد اللي موجود يا كابتن من ناحيتنا، من ناحيه للحسام ابراهيم يا كابتن، للاسف مش عايز يخلص. اقول لك معلومه، انا طلع واحد من اطفال اللي هم الجمهور الاهلي في اتوبيس النادي الاهلي من 16 واحد، قال لي كلمه وبنعديها، قال لي يا كابتن انا مش عارف ليه بيربونا في النادي الاهلي عشان يكرهوكم، عشان نكرهكم. اقول لك كلمه ثانيه، واتصل بعفروتو دلوقتي. عفروتو يا كابتن في لما كان هيجي الزمالك واحنا ماسكين الزمالك، الكلمه دي اتقالت لوحده، واقسم بالله الاثنين ربنا اللي بينطقهم. هو لقيت عفروتو بيقول يا كابتن انا ما اعرفش ليه بيربونا على كرهكم انتوا الاثنين. طب اعمل ايه؟ يا جماعه لازم تعرفوا يا ناس للمره المليون، احنا اللي انطردنا من النادي الاهلي، هم اللي مشونا وما بصيناش ورانا، نجحنا واشتغلنا. اعرفوا بقى الكلمه دي، اشتغلنا. الناس اللي قاعده في الشوارع بس مش عايزه تروح تشتغل وعايز توقع البلد. رحت اشتغلت انا وحسام في نادي الزمالك، لعبت، عملت بطولات من اول يوم، ربنا كرمنا. اول ما اتمرناش لعبنا ماتش مع فرقه النصر السعودي في تصفيات البطوله العربيه من غير تمرين. هو جاب جون وانا جبت جون. الماتش اللي بعديه حسام مع المريخ السوداني، الماتش اللي بعديه حسام 1-0 هو اللي جاب الجون من غير تمرين. اذا لو احنا نيتنا وحشه ولا ظالمين ما كانش ربنا يكرمنا في كل موقف نروح. لما كناش نسيب بصمه، لما جمهور الاسماعيلي ده احنا ماشيين قلب الدنيا عشان احنا مشينا، وحزين ان احنا مشينا، وكان حارب الاداره عشان مشينا. جمهور الزمالك قلب الدنيا عشان مشينا، عشان الناس مشيتنا غدر. مشينا من الزمالك غدر، مشينا من الاهلي غدر، مشينا من الاسماعيلي غدر. المصري بعد ما عملنا اللي يعمل وسايبينه في المركز الرابع تحت الموضوع الجزائري يا كابتن مدحت. لما دبروا لي 5 سنين يا كابتن مدحت، لما حسام ابراهيم حسن اللي عملوا اكبر تاريخ في تاريخ مصر في الرياضه وتحاربنا، اتوقفت 5 سنين ما حدش يشوف معايا الا ربنا. دفعت فلوس من جيبي وانا ما كانش، وساعتها كان موقوف على الشغل، دفعت للمحكمه الرياضيه وكانوا بيحاربوني من المحكمه الرياضيه من الاتحاد الافريقي مصطفى مراد فهمي. تمام؟ لما كابتن لما كان الاخ منعوني من دخول الاستادات يا كابتن، ما حصلتش في تاريخ الرياضه. انا بس عايز الناس تفهم، انا الوحيد في تاريخ الرياضه العالميه اللي اتعمل عليه عقوبتين ما حصلوش في التاريخ. 5 سنين ايقاف ومحدش وقف معانا ربنا. منعت ماتش الشرطه. كابتن ابراهيم انا عايز اطول معاك معلش، هو بس عشان الوقت يا كابتن. انا منعت من دخول يا كابتن الاستاد. كانوا بيفتشوا اتوبيس نادي الزمالك بجلاله قدر اسم نادي الزمالك، كان بيتفتش الكراسي ويتفتش الدنيا، لا اكون مستخبي في فوق الرف ولا مستخبي في حاجه يا كابتن مدحت. ومع ذلك كنت في عصر الحكومه وعصر الدوله وكانت موجوده. يا كابتن. نعم. انما ما حدش ساعدنا، ما حدش عمل لنا ماتش اعتزال. حسام يا كابتن خد احسن لاعب في تاريخ القاره الافريقيه. اللي كرمنا كنا في النادي الاتصالات، هم اللي كرمونا. الاتحاد المصري ما كرمناش، النادي الاهلي ما كرمناش، النادي الزمالك ما كرمناش. يا كابتن مدحت لو سمحتوا ما حدش ليه دعوه بيا انا وحسام، وعند الله بص عند ربنا اللي انا عملته، عند ربنا اللي انا عملته انا وحسام والناس واللعيبه في الماتش اللي فات مع بتاع النادي الاهلي، عند ربنا ومسامح لاني انا بعمل لله. تمام يا كابتن؟ فماتش الافريقي على فكره يا كابتن، انا بقول لك اهو، هقول لك حاجه ويعلمها القرابين مني. انا كابتن انا كنت طالع مهاجر، انا قررت اهاجر، الكلام ده من سنتين يا كابتن، من سنتين اهاجر بره مصر، واعتقد اني وصلت لك.
هاجر، ان انا هاجر ابعد بره مصر، وكانت مصر فيها دوله وفيها حكومه وفيها رئيس جمهوريه وفيها الدنيا والدين. تمام؟ قعدت لما مسكنا ساعتها كان نادي الزمالك، فقعدت عشان خاطر نادي الزمالك. انما يا كابتن هنفضل نتظلم يوميا كل ساعه. طيب انا هقول حاجه اخيره. كابتن ابراهيم